السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة وصفات مولاة الدار. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى اني نلقاكم في اتم الصحة والعافية. جيت نتقاسم معكم فيه ومن ضمن التحضيرات الرمضانية صلصة بيتزا سهلة التحضير. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش خلونا لايك، اشتركوا معنا في القناة، شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء اللي تاعهم الفائدة، ونخليكم هنايا ونتلاقوا إن شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبقول بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاج هنايا المطيشة طماطم اللي كتكون حمراء وكتكون طايبة، يعني ما تجيبوهاش تكون قاصحة ولا تكون باقا خضراء، خاصها ضروري تكون طايبه. عندي هنايا 3 كيلو ديال المطيشه، فاستغلوا الفرصه محد المطيشه دابا رخيصه، فتنقطعها القطع اللي هما عشوائيه. وغادي نحتاج معاهم بصله كبيره حتى هي تنقطعها غير طريفات، ماشي ضروري يكونوا صغار لانهم غادي يطيبوا وغادي يزيدوا يطحنوا مازال. 3 الفصوص ديال الثومه اللي هما كبارين، وحبه وحده من فلفله حمراء حتى هي غادي نقطعها لطريفات. وغادي ندير كل شيء في واحد الكوكوط. غادي نضيف عليه ملعقه من الملح وملعقه من البابريكا اللي هي التحميره. فغادي نديرو في الكوكوط حتى كتبدا كتغلي ليا ديك الكوكوط. ما كنضيفش ليه نهائيا الماء لانه معروف انه مطيشه كتطلق الماء، فكنديرها كتصفر في الكوكوط لمده ديال 20 دقيقه تقريبا حتى كطيب لينا. كيطيبوا لنا المكونات كاملين. وغادي ندوز هنايا باش نطحنهم. طحنوها مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا راه كتبقى حمراء، ما كيتغيرش ليها نهائيا اللون ديالها. ملي كطحنوها بالبراميكسور اولا بالخلاط الكهربائي بحال كتصفيوها ضروري من دوك الشوائب، من البذور وحتى من القشور ديالها. غادي نضيف عليها هنايا كأس تقريبا من زيت البلديه، زيت الزيتون، وغادي نردها فوق البوطه حتى كيتبخر منها جميع السوائل اللي فيها. ضروري من هاد القضيه هذه. من بعد ما كطيب ليا وكتبرد، نخليها حتى نصبر عليها حتى كتبرد. فكنوجد هاد القوالب ديال السيليكون. ممكن ديروا اي قوالب باي شكل بغيتو، غير هما كيسهلوا عليكم العمليه بزاف في التخزين ديالهم. فكنفرغهم في هاد القوالب هادو، وكنغطي عليهم بشي بلاستيك غذائي وكندخلهم للمجمد حتى كيجمدوا لينا مزيان، يعني حتى كيجمدوا مزيان. غادي ندوز هنا باش نحتفظ بهم. فصراحه كيسهلوا عليكم بزاف الوقوف في الكوزينه، ماشي بالضروره في رمضان، فعلى طول العام. فانا وقت ما لقيت مطيشه الثمن ديالها رخيص كناخذ منها واحد الكميه قد ما يعني خديت منها ما كندمش عليها. كنديرها كتحضيرات هكايا اللي كيسهلوا عليا. ما نبقاش كل مره نطحن مطيشه ونعاود نطيبها وكذا. كتلقاها موجوده هانتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. غتستغناي على الطماطم الجاهزه، راه كتكون احسن منها بالاف الدرجات. وممكن تنكهوها باي اعشاب منسمه كتبغوهم وكتفضلوهم. فانا زينتها هنايا بشويه ديال الحبق، ممكن تضيفوا ليها حتى الزعتر، يعني كتبقى لكم اختياريه. انا درتها هكا سامبل، وانتم زيدوا لها اي اضافات بغيتوا. كنتمنى حقا انكم تجربوها. الا جربتوها غتستغنوا نهائيا على الطماطم الجاهزه، وكتضربوا عصفورين بحجر واحده. كتكون عندكم جاهزه لواحد المده اللي هي طويله، ما كتبقوش تخمموا فيها، وكتقام عليكم اقتصاديه مقارنه بلا بغيتي تشروها من على برا. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش خلونا لي لايك، اشتركوا معنا في القناه، شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده. والله يدوز علينا هاد رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ونخليكم هنا ونتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد وفي فيديو جديد، وبسلام عليكم.